السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل شاورمة لحمة وبنلفها بعد كده. بعد ما بتتسوى بتتلف بالجلاش. خليكم معايا. المطلوب نجيب نص كيلو لحمة متقطعة رفيع، طماطم، بصل متقطع شرايح، توابل لحمة وكمون، ملح وفلفل وباربيكيا وكمون وليمون وخل وفلفل. انا حطيت كل المكونات اللي انا قلتها لحضراتكم هنا زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هسويها على النار بميه شويه صغيرين، ميه عاديه خالص، بس يكونوا حبه صغيرين لغايه لما تستوي معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا بوري لحضراتكم الجلاش، انا قطعته بالمنظر ده بالمقص على شكل مستطيل، وطبعا هم كذا ورقه في بعض. هبتدي اخد ورقه ورقه واللي احط هنا الشاورما وابتدي الف بيها بالمنظر ده، وبعدين اقليها. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. وبعدين بنبلها بالميه عشان تمسك. ودي كمان خطوه واحنا بنقليها. وده شكلها النهائي بعد ما استوت وقليناها على النار. وكل سنه وانتم طيبين.